يا صباح الفل واهلا بيكم يوم جديد من يوميات مطبخ بندق. هنعمل النهارده الفول المدمس، واحد من الاكلات اللي ما بنستغناش عنها في المطبخ المصري. حاجه من اللي بنحب نفطر بيها دايما وخصوصا يوم الجمعه. هنعمل الفول بطريقه سهله جدا، مش هنحتاج اضافات كتير، مش هتاخد مننا وقت في العمايل، بس بنسيبها تاخد راحتها على النار علشان تستوي. معانا هنا نص كيلو من الفول منقوع لمده 12 ساعه، مش اقل من كده، منقوع 12 ساعة. ومعاه كوباية من العدس الأصفر مغسولة بس لكن مش منقوع. هصفي الفول واحطه في القدرة وارجع اقول لكم هنعمل ايه. كده احنا حطينا الفول في القدرة بالشكل ده. هننزل عليه بكوباية من العدس الأصفر. في الفترة اللي فاتت كان في كلام كتير على إضافات كتيرة جدا على الفول، هي بصراحة بتغير طعمها وفي نفس الوقت ملهاش علاقة ان الفول يطلع فاتح. هي الاضافات دي بتتحط علشان يطلعوا الفول فاتح، لكن هي ملهاش اي علاقة بالموضوع ده. الفول عشان يطلع فاتح يتضاف عليه مية مغلية، وخصوصا بعد ما يغلي على النار. يعني انا دلوقتي هزوده مية مغلية وهرفعه على النار، وكل ساعة هبص عليه، كل ما يحتاج مية ازود له مية مغلية. لو زودت مية باردة، المية الباردة هتخلي قشرة الفول تبقى ناشفه وما تستويش معانا، وفي نفس الوقت هتخلي الفول يطلع غامق. هرفعه على النار واوريه لكم. هنرفع الفول على النار بالشكل ده على اضعف عين موجوده عندنا، وهنسيبه يغلي. بعد ما يغلي لمده 10 دقايق هنوطي عليه النار، وهنسيبه على النار مده ما تقلش عن 6 ساعات. هو بياخد تقريبا في رينج من 5 ل 6 ساعات علشان يستوي. هنسيبه على النار، وكل ساعه هنبص عليه، ولو محتاج ميه هنزود له. بس اهم حاجه زي ما قلت لكم نزود ميه مغليه، ما نزودش ميه بارده. وبعد ما يستوي هوريه لكم ونشوف هنقدمه ازاي. بصوا كده يا جماعه، دلوقتي عدى على الفول على النار 3 ساعات. بصوا كده لونه فاتح ازاي، مش غامق ولا اي حاجه، والميه مش خفيفه. العدس مدي قوام كويس قوي للميه. مش محتاجين زي ما قلت لكم اكتر من الفول والعدس الاصفر. بس انا بس حبيت اوريكم ان انا هنا هزود ميه، فانا هزود ميه سخنه. ما ينفعش ابدا ان انا ازود ميه بارده من الحنفيه، ده هيأثر على السوا بتاع الفول وهيطلعه مش مظبوط وهيغمق بقى منه. لكن طول ما احنا ماشيين بالخطوات دي زي ما بقول لكم، مفيش اي حاجه هتبقى غامقه على الفول ولا اي حاجه. اهو زي ما انتم شايفين لونه حلو جدا، ولا حطينا كركم ولا حطينا فول مدشوش ولا حطينا اي حاجه غير زي ما قلت لكم عدس الاصفر والفول. هسيبه كمان شويه وارجع لكم تاني. بصوا كده يا جماعة، بعد ما عدى 6 ساعات على الفول على نار هادية، بصوا لونه جميل ازاي من غير ما نحط كركم ولا اي حاجة. لونه حلو جدا، بصوا اللون حلو ازاي. تمام كده خلاص استوى. تعالوا بقى نقدمه مع بعض ب3 طرق مختلفة ونشوف نقدر نقدمه ازاي. نبدأ كده بالطريقة الأولى اللي هنعملها، وهي الطريقة التقليدية اللي كلنا بنحبها وبناكلها على عربيات الفول، بس هنعملها أحلى من عربيات الفول عشان احنا عاملين الفول في البيت، ضامنين نظافته وضامنين جودة الفول اللي احنا مستخدمينه، ومتأكدين ان احنا مش حاطين اي مواد كيماوية عليه علشان تسرع السوا بتاعه ولا اي حاجة. بالعكس احنا سيبناه اخد وقته على النار. الطريقة الأولانية اللي هي الطريقة العادية جدا، فول بالزيت والليمون. تمام كده بقى شوية من الفول، عايزاكم بس تشوفوا لونه قد ايه حلو. تمام، والميه بتاعته متماسكه مش سايبه ولا اي حاجه. نحط عليه شويه من الزيت. تمام، شويه من الليمون بالشكل ده كده، ونظبط الملح بتاعه، ونحط طبعا كمون والملح كده، وجنبيه بقى احلى بصله وتدعولي بعدها. وادي كده اول حاجة الفول بالزيت والليمون بالطريقة التقليدية بتاعتنا، زيت وملح وكمون وليمون. ودي كده اول طريقة هنقدم بيها الفول النهاردة. تعالوا نشوف الطريقة التانية. الطريقة التانية كده هنجيب طاسة على النار وهنحط فيها شوية من الزيت، وهننزل عليها بنص بصلاية عشان انا عاملة كمية مش كبيرة، فهننزل عليها بنص بصلاية. تمام بالشكل ده كده،
هنسيبها بقى تتحمر لحد ما لونها يعني يبقى ذهبي، وبعد كده هقول لكم هنعمل عليها ايه. بصوا كده بعد ما البصله اخدت اللون الذهبي الفاتح، مش هنغمق اكتر من كده، هي كده لونها حلو جدا. هنبتدي ننزل عليها بالطماطم المكعبات، هنقلبها بقى معاها، نسيبها ايه شويه تاخد وتدي معاها كده لحد ما يعني شبه تتسبك شويه. بس ايه هنتبلها الاول ملح وفلفل وشويه من البابريكا، وبعد ما الطماطم تتسبك شويه وتستوي هننزل عليها بالفول، ونبقى عملنا احلى فول بالطماطم ممكن تاكلوه. يا ريت تجربوه برده وتقولوا لي رايكم هيبقى فيه ايه. انا دلوقتي بس هتبل شويه من الملح وشويه من الفلفل ومعلقه صغيره من البابريكا. بعد ما الطماطم اتسبكت كده شويه مع البصله والتوابل اللي احنا حطيناها والملح، هننزل بقى عليها كده بمعلقه من الفول. نقلبهم بقى مع بعض، بس بمجرد ما يغلوا خلاص كده مش محتاجين وقت اكتر من كده. تمام كده، دي الطريقة التانية اللي هنقدم بيها الفول النهاردة، الفول بالطماطم. الطريقة الثالثة والأخيرة اللي هنعملها النهاردة لتقديم الفول هي الفول بالبيض. دي برضو من الطرق التقليدية اللي احنا متعودين عليها. هنحط شوية من الزيت وهنحط مكعب زبدة وهننزل عليهم ببيضتين. هنحتاج هنا بس الحياء بتاعنا هيكون الملح والفلفل. هننزل بقى هنا بالفول بالشكل ده كده. تمام، ونقلبهم لحد ما يدخلوا كده في بعض، ونبقى عملنا احلى طبق فول بالبيض ان شاء الله يعجبكم. واحنا بنقلب بقى الفول مش عايزاكم تنسوا ان تعملوا لي لايك وشير لو الفيديو عجبكم. لو ما كنتوش لسه مشتركين في القناه انزلوا بسرعه واعملوا سبسكرايب لقناه يوميات مطبخ بندق عشان يوصلكم كل جديد. كده نكون النهارده قدمنا لكم ازاي ندمس الفول باسهل طريقه ممكن تشوفوها وباسهل مكونات وفي اسرع وقت، ما اخدش مننا وقت، هو بس الوقت اللي بياخده على النار. طبعا اللي ما عندوش دماسه يقدر يدمس في الحله عادي، في ناس بتحب تعمله في حله الضغط، ما فيش اي مشكله خالص، الطريقه اللي تناسبكم بتعملوه فيها. يعني مش شرط ان يكون في دماسه او القدره بتاعه الفول عشان نعمل فول، لا احنا ممكن نعمل في الحله عادي. وقدمنا بقى زي ما احنا شوفنا كده بثلاث طرق مختلفه، سواء بالزيت والليمون احلى كلام ومع بصلايه كده مفيش بعد كده. قدمناه كمان مع بعض بالطماطم، تمام، طعمه وريحته يجننوا ما لهمش حل. اتمنى ان انتوا تجربوه بجد وتقولوا رأيكم، طعمه حلو جدا. وتجربوا كمان تدميس الفول في البيت لانه احسن بكتير من ان احنا نشتريه واضمن بكتير طبعا. واخيرا الفول بالبيض، وما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه واشوفكم في فيديو جديد قريب. سلام.